كلنا دلوقتي بنعاني من المصاريف الباهظة وإن الحاجة كلها أصلا بقت غالية، فمش ناقصة إن احنا نحط هم على همنا. كمان المنظفات هنعمل لها مصروف لوحدها. لا، احنا عايزين نوفر ونجيب حاجة توفر عندنا وقت ومجهود. احنا عايزين لما نروح زيارة الفندق، نروح زيارة في مستشفى كبيرة، نكون شامين ريحة منظفات الفنادق أو معطرات الفنادق او البياضات او الحاجات البيضة الناصعة، او لما نروح فندق ناكل فيه فنلاقي انه مفيش دهون، مفيش ترسبات، مفيش حاجة زي كده. عايزين بيتنا يبقى كده بالظبط. او اي حد مغترب بيكون عايز حاجة تسهل عليه، حاجة زي منظف سحري في الوقت نفسه، مبيد يخلصه من حشرة، حاجة تخلصك من اي حاجة معذباكي. زي ايه؟ زي برضو كده لما تكوني عايزة شاور مثلا يوفر معاكي، زي ما تكوني عايزة مثلا شامبو مفروشات بالرغوة بس، زي ما يكون ان انت عايزة حاجة ايدك ورجلك في البيت. طيب لو انا وفرت لكم الحاجات دي وكمان بتكلفة على قد الايد، يا صباح الفل على عيونكم او يا مساء الخير على عيونكم على حسب ما انتوا ما بتشوفوني دلوقتي. أعرفكم بنفسي في أولى حلقات برنامج بنت لاستر. أنا دعاء رمضان على قناة أسرار التنظيف مع دعاء. طيب برنامجنا ده مين اللي يتفرج عليه ومين اللي يتابعنا؟ جميع الفئات العمرية، سواء للسيدات أو للرجال، وكمان الناس اللي مشرفينا ومنورينا من جميع الدول العربية داخل مصر وخارجها. دلوقتي هلاقي ناس بتقولي طب يا دعاء، هي الرجالة هتنظف؟ لا، انا مش هخلي الرجالة تنظف. هي في رجالة فعلا عايزة تساعد سيداتها، بس عن طريق ان هي توفر لها المساحيق او المنظفات اللي تسهل عليها شغل البيت. وبالفعل في رجال او رجالة بتعمل ده، وبتقابلنا وبتسألنا عن المنتجات وعايزة حاجة تسهل على سيدتها او سيدة المنزل الشغل. وفي نفس الوقت برضو عايزين نخاطب الرجال المغتربين اللي هم عايزين يوفروا على نفسهم الوقت والمجهود، وعايزين يعملوا الحاجة كده تبقى بسهولة كده وما تتعبهمش، فاحنا لازم نشوف لهم الحل. طيب الرجالة كمان تقدر تساعدنا في ايه؟ في ان هي تاخد الحاجة توديها لزوجتها، يعني اكنها جايبها لها كادو. انت هتثق في منتجات شركة لاستر، وده لأنها خبرة 10 سنين في مجال المنظفات والمبيدات الآمنة من غير ريحة ومن غير ضرر. وكمان منتجاتها مصنوعة بتقنية النانو تكنولوجي، اللي نادر إنك تلاقي شركة بتعمل منتجاتها بتقنية النانو تكنولوجي، لأن دي حاجات مكلفة جدا جدا. وغير كده وكده الشركة مرخصة وحاصلة على شهادة الأيزو، وكمان الشركة بقت عالمية. تعالوا بقى أعرفكم الشركة فيها كام قسم وكام منتج. الشركة طبعا فيها أكتر من 80 أو 90 منتج، بس الكادر مش هياخد كل المنتجات. الأقسام الموجودة: قسم المبيدات، قسم المنظفات، قسم المعطرات، قسم الكوزماتكس، بس ده يعني حكاية لوحده فلازم أصوره لوحده. تمام؟ طبعا كلنا داخلين على الصيف والحر والمبيدات الحشريه اللي مزهقاكم اللي بريحه. شركه لاستر عملت لكم المبيدات من غير ريحه ومن غير ضرر. هتكلم بسرعه كده. المنظفات بتاعتها منظفات فنادق بتسهل على ست البيت شغل البيت. المعطرات بتاعتها معطرات حليبي خام. الشاورات بتاعتها شاورات مركزه بالعطور الفرنسيه، غير بقى الاسبونشة، لوازم الاستخدام، حاجات يعني بصوا كل ما يلزمه ويحتاجه المنزل من نظافة فندقية، فانت هيبقى عندك الفندق اتنقل للبيت وبأسعار رمزية على قد الإيد. على قد ما المنتج هيكفي معاكي هتحسي ان المنتج سعره فيه. بصوا بقى، احنا هنتكلم عن كل منتج في حلقة مخصوصة ليه في حلقات جاية كتير، فانتظروني لأن الحلقات دي هتنفعكم جدا وهتفيدكم في البيت. على قناة أسرار التنظيف في برنامج بنت لاستر، معاكم دعاء رمضان.
خليك في المضمون، خليك مع لاستر العالمية.